يعني لما النهارده اقرا خبر انه احد قلاع مصانع الغزل والنسيج في الاسكندريه بيتهد عشان اتباع لمستثمر اجنبي، وطبعا كلنا عارفين مين المستثمر الاجنبي اللي اشترى البلد ده. المستثمر اللي بيزرع ارضنا طنه وبيستخدم ميتنا وعمالنا وبيزرع القمح عشان يبيعوه لنا احنا بالدولار. ارضنا وميتنا والعمال بتوعنا الفلاحين بتوعنا، وفي الاخر ياخد المحصول ويبيعوه لنا بالدولار، والمسؤولين يقولوا ايه ده وفر علينا ثمن الاستيراد. طب ما الارض عندنا، ما الارض ارضنا والميه ميتنا والتكنولوجيا ما هي ماليه الدنيا. ليه اخلي خيري يروح لغيري؟ ليه اخليه يشاركني فيه؟ ليه وهو كمان ياخد النسبه الاكبر وابقى انا في الاخر برضه مستهلك؟ هي قطاعات مصر كلها اتحولت لاستهلاك. امال ايه حكايه احنا بنينا كام مصنع النهارده يا كامل؟ فين لما كل يوم نسمع ان في حاجه اتهدت وحاجه اتعملت وحاجه اتباعت؟ يبقى احنا فين من الكلام ده؟ انا بجد تعبانه نفسيا من اللي بيحصل في البلد. ايام جمال عبد الناصر كان بيأمم شركات وبيبني مصانع وبيوسع رقعة المزارع ويعني عمل كتير قوي للبلد، بنى السد العالي عشان يحفظ الميه بتاعت النيل. لكن احنا النيل بيضيع وجزر بتتباع وسواحل بتتباع ومصانع بتتباع ومزارع بتتباع. ليه ما عنديش اسطول سمك يصطاد سمك لحد دلوقتي؟ ليه؟ وبعدين بروح افكر تفكير كده غريب واقول يا ريت الصيادين يبطلوا صيد علشان نوفر السمك عشان يكبر السمك. هو ده التفكير؟ انا مش مصدقه، والله العظيم مش مصدقه. هل جامعات مصر كلها بالاعضاء التدريس اللي فيها ما فيهمش 100 واحد يعرفوا يمشوا البلد صح؟ ياخدوهم مستشارين بس بجد بقى، مش المحلسه، مش قريبي وجوز اختي وجوز بنتي واجيبه واحطه. الكفاءات فين؟ الكفاءات اللي هي الوحيده اللي تقدر ترفع البلد لفوق. خلاص مصر كده بقت كله تبع المستثمر الاجنبي. امتى المستثمر الاجنبي هيجي يشترينا؟ هي مصر لازم تبقى فطسانه؟ مصر لازم تبقى غرقانه؟ لازم تبقى خلاص يعني جايبه الاخر لا قادره تتنفس ولا المصريين قادرين يتنفسوا؟ ليه؟ ده احنا من اعظم شعوب الارض والله العظيم بلا ادنى مجامله او صلف. احنا كمصريين من احسن شعوب الارض ومن انظف شعوب الارض، ونقدر نهد الدنيا ونقدر ناكل الصهاينه دول بسناننا، نقرقشهم بسناننا. عشان كده هم عاوزيننا دايما فقراء، عاوزيننا دايما ما نشمش نفسنا، ما نحسش ان احنا اقوياء. بس مين اللي بيساعدهم على كده؟ وليه؟ ليه احنا نبقى دايما في حوجه؟